انا عارفه انك بتفهم انجليزي كويس جدا، بتسمع افلام وبتتفرج على مسلسلات وبتشوف فيديوهات وبتفهم كل اللي بيتقال، بس اول ما تيجي تتكلم بطه بلدي بتقف، بتلاقي نفسك بتتلخبط، بتنسى الكلمات وبتحس انك انت مش عارف تقفش في جمله صح. وده علشان الطريقه اللي انت فعلا بتتعلم بيها مش بتهيئك انك تتكلم. انت بتفهم كويس قوي عشان طول الوقت انت مرن نفسك على انك تسمع، انما مهاره الكلام محتاجه تدريب مختلف تماما. علشان تتغلب على المشكله دي انت محتاج تتعلم بطريقه اسمها التشانس. يعني بدل ما تحاول تبني الجمله كلمه كلمه، الافضل ان انت تحفظها كلها كده على بعضها. تحفظ جمل جاهزه وتعبيرات بتستخدمها بشكل يومي، فالجمل دي تبقى جاهزه تطلع منك على طول من غير ما تفكر. طب برضو نعمل ايه؟ واحد، احفظ الجمل مش الكلمات، ركز على الجمل اللي انت بتستخدمها بشكل يومي، زي could you help me، ودي معناها ممكن تساعدني، او I'll get back to you معناها ان انا مش هتاخر عليك وهجيلك على طول. اتنين، كرر بصوت عالي. لما تحفظ جمله قولها بصوت عالي جدا كانك بتتدرب على الكلام مع حد فعلا حقيقي واقف قدامك. تلاتة، طبق الجمل دي فورا. كل ما تتعلم جمله جديده حاول انك تستخدمها في موقف حقيقي او في محادثه مع حد، حتى لو كانت المحادثه دي بسيطه وصغيره. أربعة، اتكلم مع نفسك. لو مفيش حد تتكلم معاه ابدأ مرن نفسك لوحدك في البيت. اخلق مواقف يومية زي انك بتطلب حاجة من سوبر ماركت او بتعمل شوبينج او بتسأل عن الاتجاهات، وابدأ مرن نفسك على المحادثات دي. وهنا انت يا هتتكلم كويس يا هتتجنن، ايهما اقرب. خمسة، ابني عادة يومية. خصص كل يوم ولو بس 5 دقايق علشان تتكلم انجليزي. وفي الاخر عايزه اقول لك غير طريقه مذاكرتك وتعلم انجليزي باسلوب يخليك تتكلم بثقه. لو عندك اي استفسار اكتب لي في الكومنتس وانا معاك خطوه بخطوه.